السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احنا بقى النهاردة افطارنا الجميل الحلو ده. احنا بقى ما كناش عملنا البط اول يوم رمضان، فقلنا بقى نعمل بقى تغيير ونعمل لهم بقى بط النهاردة، ونعمل بقى افطار حلو كده زي ما انتوا شايفين. اول حاجة انا مسكت البط بقى غسلته ودعكته ونقعته بقى بالليمون والملح، وغسله بقى بالدقيق، ومخليه بقى فله فله زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. ودي بصلايه بقى انا بشرها وحاطه بقى فيها ملح وفلفل، وبتبل بقى البط يا حبايبي كده ايه بين اللحم وبعضه. ده بيديله بقى طعم جميل، ويشرب التتبيله بتاعته بيبقى طعمه تحفه بصراحه. انا بقى متعوده اعمل كده في الفراخ واعمل كده في البط. لما بتبله كده وبسلقه بيبقى ايه بيديله طعم حلو قوي. البصلايه بقى بالملح والفلفل بتدي للطيور كده ايه، بتديها نكهه حلوه وطعم جميل. بسم الله ما شاء الله. انا تبلته بقى كده الاتنين، تبلتهم كده بين اللحمه والجلد كده. اللهم صل على النبي. يعني حاجة كده جميلة كده، حاجة يعني تتعمل كده بمزاج، بتبقى جميلة بصراحة. وانا حاطه له بقى المية كده ايه غليت، وحطت له بقى ايه شوية بسم الله ما شاء الله شوية جنزبيل، وشوية فلفل اسمر، وشوية حبهان مطحونين، ودي بقى قطاية وجزراية وورق لوري. وحطت له بقى البصل والحاجات اللي احنا بنحطها ايه في الشوربة كده. بسم الله ما شاء الله. الشوربة بقى بتاعتنا غلت كده. قلت بقى ايه اول حاجة اعملها عشان البط بقى بياخد وقت، وايه الحاجة تخلص كده قبل الفطار. حطيت بقى البط كده ايه على النار، واسيبه بقى ايه يغلي كده وياخد بقى ويدي كده مع نفسه، ونشوف بقى نعمل بقية الحاجة التانية كده ايه مع بعضنا يا حبايبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. وكل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. اول حاجة يا حبايبي قلت بقى ايه اعصج اللحم. اللهم صل على النبي. حطت لها كده ايه معلقه سمنه بلدي حلوه كده. ودي بقى بصلايه كده انا ضربها في الكبه. انا مش بحمرها، انا بتبلها بس كده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. هي بس تشم كده، تشم ريحه البصلايه كده لما بتتحط في السمنه. وبعد كده بقى ايه احط لها بقى ايه بحط اللحم، تديها نكهه وطعم جميل بصراحه. اللهم صل على النبي. انا بقى بشوحها كلها ببعضها كده لما افككها. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وعود عليكم الأيام بخير. أنا شوحت بقى كده البصلاية مع اللحمة المفرومة، وحطت لها بقى معلقة ملح ومعلقة فلفل أسمر، وبضرب لها بقى قطيتين حلوين كده بتسكرها وبتخليها طعمها جميل. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. والله كان يوم جميل، ويعني قرفته حلوة، وخلصنا على طول. بقى يقولوا هيخلصها امتى؟ قلت لهم على طول ان شاء الله. قطعت بقى فلفلاية كده الوان، حطها بقى برضو على اللحمة المفرومة، بتديها طعم حلو ونكهة جميل. اللهم صل على النبي. ودي حطيت بقى المية للمكرونة. قلت بقى ايه على ما اللحمة تتعصج تستوي تكون المكرونة ايه سلقت. كل حاجة ايه كده ما بتاخدش وقت، بالصلاة على النبي يعني. كل حاجة بسم الله ما شاء الله، ده على عين وده على عين، واللحمة اتعصجت اهيت. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. واعمل بقى كده ايه البشاميل. حطيت كده معلقتين 3 سمنة حلوة كده، انتوا عارفين البشاميل اللي بيحب السمنة الكتيرة. حطيت بقى كده ايه يجي 5 معالق للبشاميل. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. شوحتهم بقى كله ببعضه كده. انا يعني ايه مش بخليه يعني ياخد لون يغمق كده في الدقيق، لا يتشوح كده تشم ريحة الدقيق. لما تحطي عليه بقى اللبن كده بيبقى ايه ريحته حلوة. في ناس بتعمله على البارد علشان ما يكلكحش، لا طول ما انت ايدك في الحاجة عمرها ما هتكلكح. انا حطيت بقى اللبن كده وقلبته، وهكمل بقية اللبن كله واضرب بقى ايه بالمضرب اليدوي كده. هتلاقيه فكك معاك على طول وغلي، وبالصلاة على النبي يفك معاك بسرعة. كملت انا بقى ايه، انا كنت جايبة كيلو لبن وحطيتهم على ال5 معالق دقيق. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ايدك طول ما هي في البشاميل ما تكلكحش معاك، ولو كلكع حطيه في الشفشق بتاع الخلاط واضربيه ضربه وتحطيه على النار ياخد غلو اهو زي ما انتوا شايفين. حطيت له بقى الملح وحطيت له شويه فلفل اسمر. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. وهو لا مكلكع ولا في اي حاجه. ايدك في الحاجه ما تكلكحش ولا تبقى فيها اي تكتلات ولا اي حاجه.
وده البشاميل بتاعنا عملناها هوت وخلص. المكرونة بقى سلقناها، حطت لها بقى حتة سمنة حلوة كده، شعرة ملح وشعرة فلفل، وقلب بقى كله ببعضه كده. اللهم صل على النبي، كان يوم جميل وفطار كان جميل. اللهم صل على النبي، بألف هنا وشفا. أنا بقى بحط يا حبايبي على المكرونة شوية لحمة معصجين وشوية بشاميل، وأقلبها كلها ببعضها، بتديها بقى طعم حلو. في ناس بقى كل واحد يعمل بالطريقة اللي بتريحه. يعني في ناس بتحطها كده بيضة عادي وتقسمها فوق وتحت، لا أنا بخلطها كلها من البشاميل واللحمة المفروم، وأقلبها كلها ببعضها، وبعد كده أقسمها بقى في الصينية. بسم الله ما شاء الله. دهنت الصينية بقى سمنة وحطيت جزء منها كده، وحطيت بقى اللحمة المعصجة كده. اللهم صل على النبي. طريقتها سهلة وبسيطة وما خدتش مننا وقت. وده صينية المكرونة البشاميل بتاعتنا. اللهم صل على النبي، فلة فلة فلة. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وصحة للي كل كله. بسم الله ما شاء الله، كانت طالعة جميلة جميلة. مفيش أحلى من كده ولا أسهل من كده، ما خدتش وقت في إيدين. الحاجة طالما إن الواحد يقوم يخش المطبخ ويعمل الحاجة بحب، الحاجة بتطلع جميلة. وده البشاميل بتاعنا لا فيه تكتلات ولا فيه أي حاجة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عملنا الحاجة والله ما خدت وقت. على ساحة الفطار كانت كل حاجة محطوطة على الترابيزة. اللهم صل على النبي. وده بقية البشاميل وصينية المكرونة اللي بالبشاميل خلصت اهيت. ربنا لها بقى البيضة. انا كنت بحط جبنة موتزاريلا على الوش، كانت بتحمرها وبتبقى جميلة، بس بتيجي تخرطيها بتشيل الوش الاحمر معاكي. انما لما بعمل لها بالبيضة واحط لها شعرة ملح وشعرة فلفل بتحمر، تقطع الخرطة، بتبقى الخرطة الوش بتاعها ما بيتجرحش، بتبقى جميلة بصراحة. اللهم صل على النبي. وده صينية المكرونة هي خلصت. ندخلها بقى ايه، ندخلها الفرن. بسم الله ما شاء الله. ونعمل بقى ايه، صينية الايه، الجلاش. النهارده بقى قلنا لهم نعمل بقى جلاش بالجبنة، وتفضل شوية لحمة مفرومة من المعصجة بتاعت المكرونة. قلنا بقى نعمل ميكس جبن على لحمة معصجة، بس كانت طالعة الله أكبر، كانت طالعة حكاية. حطيت بقى حتة السمنة كده في الصينية، ودهنتها بقى من كل حتة والجوانب. وطبعا انتوا عارفين الجلاش بيبقى طويل، انا قصيت على قد الصينية لان الصينية مدورة. حطيت بقى الجبنة الرومي والجبنة الموتزاريلا واللحمة المفرومة والزيتون والفلفل الالوان، كانت تحفة تحفة تحفة. وطبعا الحتت اللي احنا قاطعينها بقى من الجناب كله بقى بنحطه، ما فيش حاجة بنرميه. اللهم صل على النبي. وده صينية الجلاش بتاعتنا، ما خدتش مننا وقت. قطعتها بقى كلها كده، وانا حبايبي بحطها في الاول تشمع من تحت، يعني ما فيش 5 دقايق بتشمع من تحت، واطلعها احط لها اللبن واحط لها البيض، وبعد كده ادخلها بقى احطها على الرف الوسطاني. تطلع شفت الفطيرة كده القبة كده من الحاجات الخير اللي فيها، تطلع كده مورقة وبتطلع جميل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وده صينية المكرونة بتاعتنا طلعت اهيت. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، بألف هنا وصحة للي كل. ودي بقى بحطها من تحت، من تحت يعني تحت على الصاجة بتاعت الفرن اهو زي ما انتوا شايفين. تشمع مفيش 5 دقايق، وبعد كده اطلعها وهضرب لها بقى البيضة بشوية ملح وشوية فلفل اسمر، واحطها بقى ايه على كوباية لبن كبير، واضرب بقى البيضة بالملح بالفلفل الاسمر واحطها عليها. اللي لما تحطها من تحت بتشمع، تيجي تحط لها بقى اللبن وتحطيها على الرف الوسطاني، تلاقيها بقى مورقة وقبة كده وجميلة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. والطريقة اللي انت بتحبيها اعمليها برضو، ديت في ايدك ودي في ايدك. ضربت بقى كده البيضة بالملح والفلفل، بسم الله ما شاء الله، وضربتها بقى مع اللبن. اللهم صل على النبي. وسقيت بها بقى ايه صينية الجلاش كلها كده. اللهم صل على النبي، كانت طالعة تحفة تحفة تحفة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اهي شربت اللبن من كل حتة، دخلها بقى في الفرن على الرف الوسطاني، هتطلع بقى جميلة جميلة ومورقة كده. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. حطها بقى على الرف الوسطاني ونشوف بقى بقية الحاجة بتاعتنا ايه. اهي طلعت اهيت ما شاء الله، شايفين جميلة جميلة مورقة كده، تشوفيها كأنها فطير كده مشلتت. اللهم صل على النبي.
وده صينية الجلاش بتاعتنا طلعت، ونحمر بقى البط بتاعنا الجميل ده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وده سفرتنا الحلوة الجميلة الجلاش، وعملنا ملوخية، وعملنا شوربة لسان عصفور، والمكرونة البشاميل، والبط الحلو الجميل بألف هنا وصحة. وما تنسوناش بالاشتراك واللايك، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.